اوصفه، مش عارف اوصفه. ربنا يسامح، والله ربنا يسامح اللعيبه اللي هي مش هتتغاضى. حرام عليهم والله، اللعيبه بتلعب من اجل الفلوس مش من اجل حاجه تانية. والله العظيم حرام عليهم. احنا تعبنا، لو لموا 11 لاعب من الجمهور هنلعب احسن منهم، والمصحف الشريف هنلعب احسن منهم. السبب في هزيمة الزمالك؟ رأيي أنا الشخصي، مفيش إدارة أو المتحكم كله مرتضى، وده ما ينفعش في أي نادي عموما مش الزمالك فقط. تاني شيء الإدارة بتسبب عدم حب الزمالك، يعني الزمالك ما بيحبوش بعض، فمفيش اتفاق، مفيش جماعية، والكرة جماعية. والله هي ليها اسباب كتير، يعني ترجع لاول حاجه بالنسبه للاداره. طبعا الاداره المفروض ما تتدخلش في شؤون الكره نهائي، يعني في مدير فني وفي لجنه كره بالنادي، فالمفروض ما بتدخلش الا في نهايه الموسم. بيبدا بقى يظبط في الفريق او كذا، اذا كان محتاج حاجه، محتاج لعيبه معينه في مراكز معينه، بيبدا يظبط في كده. والله اسباب كتير، من ضمنهم اللعيبه ومستوى اللعيبه ما فيش خالص، وما يديش منظر روح خالص في اللعيبه، والاداء مش كويس. هو السبب الاولا ان هم كانوا بيلعبوا اهلي طرابلس، واسم الاهلي طبعا عامل لهم عقده. تاني حاجه اللعيبه مش رجاله، مش مقدرين يعني حتى الفانيلا اللي هم لابسينها. تالت حاجه الاداره. تلات اسباب دول مجتمعين. انا شايف ان التشكيل بتاع المدرب واللعيبه ما كانتش منسجمه مع بعضيها، ده اول. تاني حاجه يعني، وكان في ضغط نفسي وعصبي على اللعيبه، والجمهور كان ضاغط عليهم. فانا شايف ان هو ده السبب رقم واحد ان هو يخرجوا امبارح من البطوله يعني. والله انا حاسس ان فريق نادي الزمالك، بحس ان هو ما بيلعبش يعني على بطوله. بحس ان لو الناشئين بتوع نادي الزمالك كان ممكن يلعبوا احسن، وبعد كده معاك رئيس النادي بتدخل في التشكيل، بتدخل في مجالس الادارات، معين بسم الله ما شاء الله 2 ابنه احمد مرتضى وفي واحد تاني معينه في نادي الزمالك. تحس ان نادي الزمالك عزبه بتاعتهم. هي الاداره وحشه اساسا، اذا كان اللعيبه او المدرب او مرتضى منصور. هي المشكله في مرتضى اساسا، عامل رعب. والله يعني اهم حاجه حصلت يعني تدخل رئيس النادي اللي هو خارب الدنيا بصراحه. يعني لحد دلوقتي في تشكيل نزل، انت سايب نص الملعب بتلعب بخط هجوم كامل، اربع لعيبه، ما عندكش خط ملعب، نص ملعب يسند خط الهجوم، مفيش باكين يلعبوا يطلعوا لك خط الملعب كله ينقلوه لك في مكان تاني، سايب الدنيا كلها، مفيش اي حاجه. بتغير 18 مدرب في 3 سنين، 18 مدرب في 3 سنين، ومحمد صلاح 8 مرات. يعني حاجه مفيش رئيس نادي في الدنيا عمل كده. شايف مين اللعيبه اللي تمشي من نادي الزمالك؟ لا انا ما اقدرش اتحكم فيهم، يعني انا ما اقدرش اقول شخصيه اللي انا يعني ما يهمنيش، فاهم قصدي؟ اللي هو موجود، بالعكس انا كهلاوي عايز الناس تقعد التعبانه، فاهم قصدي؟ فما اقدرش انا الغي حد يعني. والله ممكن في اللي هو الونش ده تقريبا برضه يعني مستواه مش قد كده. برضه شيكابالا برضه مستواه السنه دي مش هو شيكابالا بتاع الكام سنه اللي فاتت. يعني في بعض اللعيبه كده يعني. واحد زي احمد توفيق من ساعه ما رجع ما فيش مستوى خالص. بالنسبه في ناس كتير برضو، مين تاني؟ في ناس كتير جت ما شاركتش خالص لغايه دلوقتي، ما فيش خالص. حتى كمان المدرب ما فيش تكتيك مدرب، امبارح ما فيش تشكيله خالص برضو، طبعا مع سوء الاداره في النادي الزمالك. ال 22 لعيب كلهم او اللعيبه كلها اللي في الزمالك ما ينفعوش اصلا. هو ست المستشار قالهم 5 بالظبط: مصطفى فتحي ومحمد ناصف واسامه ابراهيم وعلي جبر ومحمود الونش، ده هم يمشوا. اقول لحضرتك يعني واحد زي علي جبر، باسم، حفني، الناس دي انا حاسس ان هي ما بتلعبش بروح نادي الزمالك. انا راجل اهلاوي بس انا بصراحه حزين على نادي الزمالك بصراحه. لا كلهم عايزين ناقصهم حته رجوله في الملعب. قولي مين اللعيبه اللي تفضل، مش اللعيبه اللي تمشي. انت ما فيش لعيبه في نادي الزمالك دلوقتي، كل اللي بيبص في اللي عايز يمشي عشان يحترف، اللي مش عاجباه القعده، يعني اللي ملوش مكان، اللي فيه اكتر من لاعب في مركز واحد، مش عارف انت تلاعب مين وتقعد مين. عندنا تقريبا حوالي 5 لاعب يلعبوا برجلهم الشمال في نفس المركز، ما بتعرفش تخلي